لو بتدي لطفلك عصير أو شوكولاتة قبل التمرين عشان تديله طاقة، الفيديو ده مهم جدا ليكي. لأن الحقيقة الناس كتير ما تعرفهاش إن العادة دي ممكن تكون السبب إنه يتعب أسرع ويأدي بشكل أسوأ. كلنا اتربينا على فكرة إن السكر بيساوي طاقة، وده صح بس مش قوي. السكر بيدي طاقة فعلا، بس نوع الطاقة دي سريع جدا ومؤقت جدا. يعني الطفل ممكن يبدأ التمرين بحماس، وبعد شوية فجأة تلاقيه مش قادر يكمل. خلينا نفهم ببساطة ايه اللي بيحصل في جسم الطفل أول ما ياخد سكر. أول حاجة، مستوى السكر في الدم بيعلى، بعدين الجسم يفرز الأنسولين عشان يظبطه. المشكلة بقى إن أحيانا السكر بينزل بسرعة زيادة، فبدل ما يبقى فيه طاقة مستمرة يحصل هبوط مفاجئ، وده بيسبب تعب ودوخة وقلة تركيز وأداء ضعيف. أما بقى في التمرينات الموضوع بيكون أوضح جدا. الطفل يبدأ كويس جدا، يجري يتحرك ويلعب، وبعدين فجأة يقف ويبطأ أو يقول مش قادر. طبعا كتير من الأمهات بتفتكر إن الطفل كسلان، لكن الحقيقة بتكون من سبب كمية السكريات اللي دخلت جسمه. الغلط الأكبر بقى إنك تدي لطفلك عصير أو حاجة مسكرة في نص التمرين. ساعتها الجسم يعمل إيه؟ بيبعت الدم للمعدة طبعا علشان يهضم كمية السكريات اللي دخلت بدل ما يبعته للعضلات، وده طبعا هيسبب مغص تقلصات وخمول وضعف في الأداء. يعني انت بدل ما تساعديه انت كده بتعطلي جسمه. طيب نعمل ايه؟ قبل التمرين بساعة أو ساعتين ندي الطفل كربوهيدرات معقدة، يعني بتتهضم ببطء وتدي طاقة ثابتة، زي المكرونة البني، الرز البني، بطاطس، بطاطا أو موزة. وأثناء التمرين ياريت نستخدم مية وبس. أما بعد التمرين لازم يكون في تعويض متوازن، يعني بروتين زائد كربوهيدرات. يعني مثلا ممكن ندي الطفل سندوتش جبنة زائد فاكهة. وطبعا في نقطة الناس بتتلخبط فيها، وهي الفرق بين السكر والفاكهة. الفاكهة فيها سكر طبيعي وكمان ألياف وفيتامينات، فالجسم بيمتصها بهدوء مش بصدمة زي الحلويات، يعني بتدي طاقة أهدى وأطول. انت ممكن تكوني بتتعبي جدا علشان تطوري مستوى طفلك، لكن من غير ما تاخدي بالك من عادة بسيطة زي دي ممكن تكون بتأثر عليه. ولو فعلا عايزة تشوفي فرق في طاقة طفلك ومستواه، ابدأي من الأكل، وما تخليش السكر يضحك عليكي باسم الطاقة. ولو المعلومة دي فادتك اعملي لايك وشاركي الفيديو مع أي أم محتاجة تعرف الكلام ده، وما تنسيش الاشتراك في القناة، واكتبيلي في الكومنت كنت بعمل كده أو هغير من النهاردة.